بدأ اللقاء. هنداوي في المرمى، الدرع في الباك الشمال. صانع العاب محمد علاء. في الباك اليمين حماسه، وسند في الجناح اليمين وسام على الدايره، ومحمد حسن في الجناح الشمال. تمرير دفاع 6-0. نوريسكي، وادي يشوط الكوره يصد الحارس من ابو الفتوح، تتنقل على طول لمنتخب العالم على الدايره لفوري. فوري يشوط الكوره، رميه حر. عمل تغطيه دفاعيه قوي هايله من الدرع على ايجور فوري. دياز في الباك الشمال. دياز صانع الالعاب. دوبونياك، تمرير. دياز يلعب لدوبونياك اللي بيعمل تقاطع على طول، لكن ترجع تاني للخبره وهنداوي في المرمى. لعب الكرة بخبرة فلورين كيرمان، لاعب نادي ليمجو في ألمانيا. هو طبعا ألماني بيلعب في ألمانيا جنب يوريسيك. الباك اليمين دوبونياك، يطلع ايجور فوري من على الدايره، يلعب لكيرمان، تتقطع لوسام. حماسه ينقل الكرة على طول، يعدي رايح لوحده، يلعب الكرة على الدايره، لكن تيجي في الدفاع ويحسب سلاب ونيتشوفسكي رميه حره. الدرع للوكا. التعادل بدون اهداف الى الان. يحاول يعدي وتصويبه بقوه ويحرز الهدف الاول بعد الدقيقه الثانيه 13 ثانيه. الهدف الاول لمنتخب مصر. الدرع يحيى الدرع. فوري يلعب الكره لديبونياك. تمرير يوريسيك. المصري بياخد الدرع في الدفاع. فوري يلعب على طول وتصويبه بقوه. افضل صانع العاب بطوله العالم عمل الكره دوبونياك، مفيش كلام. من اعلى نقطه بيشوط الكره. محمد علاء يرجع تاني بالكره. لوكا يرجع لحماسه. هيطلع المصري بينزل فيه الدفاع، يدخل في الهجوم. الدرع لوكا للدرع. تمرير في الخط الخلفي بتاع 6-0 من منتخب العالم. حسن يلعب ويرجع للدرع مره ثانيه، اللي يلعب الكره لحماسه من الباك للباك، وادي هجوم خاطف لمنتخب العالم ورايح لوحده خالص وهيصوب ويحرز. اتقطعت الكوره 2 عن طريق كيرمان. جناح خطير، جناح يمتاز بالخبرات العاليه، وادي حماسه يصوب والحارس يتصدى للكره. وفوري يلعب الكره بطريقه استعراضيه عشان يعمل هجوم خاطف، لكن الحارس يتصدى للكره بمهاره. مفيش كلام. شولوز رميه حره. سلافكو مدرب منتخب العالم. بيدي التعليمات هنا لفوري. طبعا هو بيمرن في الوقت نفسه كرواتيا، فالاثنين طبعا متفاهمين جدا، ومعظم لاعبي منتخب العالم الاثنين تقريبا من كرواتيا. 6 لاعبين. ادي حماسه يرجع لسند لعلاء، تقاطع في الخط الخلفي مع الخط الامامي. عدل حلوه يا لوكا يا ولد، عدى كويس قوي، عمل مهاره كويسه، لقى ثغره
شاط الكوره لكن ياخد رميه حره. مره ثانيه للدرع، لعلاء، لحماصه، يحاول يمر، يقابله جوجون المدافع القوي جدا جوجون. وادي تروح على طول لمنتخب العالم، تتقطع الكوره ورايح لوحده ويصوب وهنداوي يلعب الكوره حلوه، هجوم سريع المنطقه حلوه لحسن في الجناح ويلعبها ومحمد حسن. مروان رجب بيدفع بيه من بدايه اللقاء، لاعب مواليد 94 لاعب نادي الزمالك محمد حسن، ويحرز الهدف التعادل 2-2. وتروح تاني لمنتخب مصر، تقطع المصري يلعب لحسن وحسن والمرمى والحارس حارس عنده مهارات عالية قوي وتصويبة وهنداوي في المرمى ناوي مفيش كلام في المرمى. كاتونجا يلعب للمصري، مباراة بدأت تبقى فيها سمة السرعة والقوة وحماسة ورمية جزائية لحماسة، ولكن الحارس الأرجنتيني ماتياس شولوز يشيل الكرة، ولكن ناخد رمية جزائية منتخب مصر. ويهاوي السند ويصوب وتروح له تاني رمي الجانب لمنتخب مصر. رمي الجانب قلت لحضراتكم حارس مميز شولوز. تمرير في الخط الخلفي، التعادل 2-2. يلعب علاء، يجي الدرع يروح على صانع الالعاب ويروح محمد علاء في الباك الشمال، يحاول يعدي كويس قوي ويلعب الكره حلوه الحماسه لسند في الجناح. اوه والهجمه السريعه كيرمان يحاول يلعب الكره ويقف الكره قدام مصر لكن ياخد رميه حر. يا سلام في الاعاده، جميله من سند، كره حلوه قوي من حماسه، تناغم حركي ايقاعي ما بين الخط الخلفي والامامي. لعيبه حلوه قوي حماسه لسند اللي بيحرز الهدف. 3 مصر 2 منتخب العالم. تروح لفوري ورميه مرمى، ايجور فوري يقطع من على 6 متر المصري. سند محمد علاء يحاول يلعب المصري، 4 خطوات مظبوط على المصري. ايجور فوري العملاق الكرواتي ما فيش كلام، بيلعب في نادي باريس سان جيرمان. وادي الكره تروح تاني لفوري، عدى حلوه لكن ياخد رميه حره. ديز المجري ويصوب من الثبات، ولكن حائط صد بقوه من منتخب مصر، يوقف التصويبه على المرمى ويدخل مره ثانيه ويلعبها حلوه، ما لقاش طريق ثاني قدامه غير كده، عملها كويس قوي. ايفو دياز المجري لعب كرة حلوة، لوكا بإيد مبروكة عمل كرة قوي لوسام سامي حلوة على الدايرة، يحاول يعدي جوجون وتصويبة قوية في المرمى معنية. دوبونياك صانع الألعاب عملها كويس قوي، شاطها بقوة. طبعا هم هنا ما بيستنوش على منتخب مصر انه يرجع، حتى لو دخل في مرمى الهدف بيجري على طول، بيعمل تطبيق الهجمة السريعة 100%. الحكم يوقف الملعب، تجيفسكي
الحكمين حصلوا على الشارة الدولية في 2006 سواء جوجفيسكي 34 سنة أو جورجي لعب كرة اليد واعتزل في 2002. أما جوجفيسكي ما لعبش كرة اليد ولكن درسها في كل منظومتها. وادي تروح حلوة يا لوكا، حلوة يا لوكا. لعب كرة حماسة على طول من الباك للباك. ايدي مستنياك، هو ده الشعار اهو. عادة كويس قوي لوكا في الإعادة. مرة تانية دوبونياك. يحاول يعدي يوريسيك. دياز الباك الشمال تروح في الجناح اللي يلعب الكرة، وهنداوي حب يلعب الكرة من فوق دماغه وطمعه هنداوي وفتح الزاوية. ويا سلام يا سلام يا سند، يا سلام يا سلام يا سند، بيحرز الهدف عن عمد. الله على الكلام، في المرمى في الزاوية الأرضية، عملية منتهية مفيش كلام. شولوز ما يقدرش يعمل حاجة في الكرة دي، ما يقدرش يعمل حاجة. يوريسيك لاعب بولندا تتنقل على طول للمصري، عمل 4 خطوات لعلاء لوسام، لعلاء صانع الألعاب القائد لحسن من الجناح للجناح. سند يلعب الكرة لحماسة، استلم الكرة يطلع المصري وتصويبة، ولكن ماتيوس شولوز الحارس يشيل الكرة. الجناحين من ألمانيا سواء يانسن أو كيرمان يلعب على طول لعلاء، ترجع تاني للدرع اللي يصوب خارج الملعب، تروح رمية حرة. فوري، دوبونياك، دياز، يورسيك يحاول يعدي. كيرمان على الدايرة، حلوة على الدايرة، حلوة قوي، قطع كويس قوي 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 كيرمان الجناح اليمين، واستلم الكرة تحت الدفاع. هورفات بيسخن، هورفات لاعب يمتاز بالقوة والسرعة. هورفات وبيسخن كمان كوبلر، يعدي على ويشوط الكرة لكن دياز يطلع على طول. شولوز ودي حلوة، نقلة حلوة قوي، نقلة حلوة قوي، تمريرة رائعة 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 فعلا. الخبرات تنهي العبارات، مفيش كلام. يحاول يعدي لكن يقف قدامه بقوة، قدام علاء. يورسيك 6-6. بنلعب في الدقيقة 13 12 ثانية من أحداث الشوط الأول. التعادل، طالع علاء نازل مودي للدرع، حسن للدرع، مودي لاعب نادي سبورتنج، ممدوح طه نزل كمان في الباك اليمين مكان حماسة لاعب الجيش. يلعب الكرة حلوة مودي لوسام سامي اللي استلمها ورجع تاني جاب الكرة بصعوبة. وسام سامي عمل مباراة كبيرة قوي لاعب نادي سبورتنج، ودي حلوة يا ولد يا ولد، لكن رمية مرمى، رمية مرمى تروح على طول لدياز. يوريسيك على الدايرة الفوري، فوري ليوريسيك، وهنداوي حب يلف الكرة يوريسيك ولكن هنداوي
كاتونجا افضل حارس في بطوله العالم للشباب. وادي حسن يعدي حلوه وما فيهاش حاجه، تتنقل على طول هجوم خاطف. قدر يحاول يغطي، تروح لكيرمان وفي الجناح ويلعب الكوره ويحرز الهدف. يانسن 7 منتخب العالم، 6 منتخب مصر. 14 دقيقة 26 ثانية من أحداث الشوط الأول. عمل هنا بخبرة كيرمان لاعب ليمجو. تاني تمرير وتصويبة بقوة، وتصويبة بقوة. أول تمريرة وأول تصويبة من علي هشام نصر. طبعا نجل كابتن الكبير كابتن هشام نصر اللي بيحضر اللقاء، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. عمل كرة حلوة قوي، حلوة قوي قوي. كوبلير ديس كوبلير يلعب الكرة على الدايرة، يحاول يقطع حمودي، يرجع تاني وعلى الدايرة كان عايز يستلم. 15 دقيقة 35 ثانية. 7-7. ديز بياخد صانع الألعاب على الدايرة لكن تتقطع من المصري. المصري ينقل الكرة لطه لسند ويحرز سند الهدف لمنتخب مصر. وتمريرة خاطئة ما يستلمهاش جوجون. هيخرج سند، يطلع المصري، يطلع سند، ينزل بودي. بدأ مشواره لكرة اليد مع المشروع القومي للعمالقة مع كابتن عفت رشاد. علي ما شاء الله، علي ما شاء الله. وتصويبه بقوة من ممدوح طه، تتنقل على طول وتروح وهات وخد ويروح لوحده ويحرز الهدف. ويحرز مانويل ستيرليك الجناح الشمال. وادي الكرة لعبد الرحمن على الدايرة ويصد الحارس اللي قافل المرمى تماما في الكرة اللي فاتت. الحارس الارجنتيني تروح على طول لجوجون. جوجون يقف قدامه ممدوح طه وتصويبه بقوة، وتصويبه بقوة بدون تجهيز. هنا عملها مباغتة على المرمى. طالع بوري، وقت مستقطع بيطلبه كابتن مروان رجب المدير الفني لمنتخب مصر. 9 منتخب العالم، 8 مصر. وقت مستقطع في وقته تماما تماما تماما. الفرق في الدقيقة 17 18 ثانية فرق هدف لصالح منتخب العالم أمام منتخب مصر. بالمناسبة عام 1968 ببلغاريا منتخب مصر شارك في المهرجان العالمي ببلغاريا بدون مدرب. شارك منتخب مصر للرجال بالمهرجان العالمي للشباب في بلغاريا في الوقت ده، وفاز على فرنسا 19-16 وعلى فلسطين 21-12، وخسر من الاتحاد السوفيتي 27-19، وخسر من رومانيا 24-18، ومن تشيكوسلوفاكيا 21-17، وحصل على المركز السادس من ضمن 11 دولة شاركوا في هذا المهرجان. ومثل المنتخب المصري نور الدين قاسم وعمرو حمدي وأمين جبران وسعيد العسكري ومصطفى حسن وعرفان بدير وطلعت شيطة وعفت رشاد ومصطفى فاضل ومحرم توفيق ومحمد كمال قاسم. وكان بيرأس البعثة الحكم الدولي سمير عوني. مرة تانية الكرة مع منتخب مصر. مودي على الدايرة
لكن تروح سهله للحارس، ويرجع ممدوح طه يقطع الهجوم الخاطف. علي هشام عظمه لاعب سموحه لطه، وحلوه لبودي، وحلوه لبودي. 9-9 الدقيقه 18، 8 ثواني في المهرجان العالمي من ارض المحروسه من مصرنا الحبيبه. أليكس دوتشبايف صانع العاب، كوبلر دوتشبايف نجل طبعا. دوتشبايف والده لعب هنا بطولة العالم، كان هو لاعب في الوقت ده. اللاعب تالنت دوتشبايف، اللاعب اللي من اصول روسية. هذا اللاعب صانع الالعاب هو اللي احرز بياخد رمية جزائية. اول دخول ليه بياخد رمية جزائية، وانذار لعلي هشام. انذار بياخدوا علي هشام للرمية الجزائية. 9-9 وبيحرز هورفات الهدف. الجناح اليمين زلاتكو هورفات الكرواتي. تمرير يطلع تقاطع ما بين الخط الخلفي والامامي، وتروح تاني لممدوح طه، ويستلم الكوره طبعا في وضع صعب ما يقدرش يعمل حاجه. وتتقطع على طول لعظمه، يمسك الكوره على مهله. ما بين الشوط الاول والشوط الثاني هيبقى في تكريم لمنتخب الشباب والناشئين مواليد 96 و94. مودي يلعب الكرة لطه اللي يشوط الكرة، ممدوح يصد الحارس، وهجوم خاطف ورايح لوحده خالص ويحرز الهدف. مانويل استيرليك يحرز الهدف. مانويل مودي 11 منتخب العالم 9 مصر. 20 دقيقة 37 ثانية من أحداث الشوط الأول. علي هشام، أحمد عبد الرحمن قطع على الدايرة لكن يلعبها له مودي، يرجع تاني لعلي هشام يقدر يدخل يغير اتجاهه ويصوب بقوة. زكا الشبل من تلك الأسد. علي هشام نصر. ديز يلعب حلوة في الجناح اليمين، يرد على طول هورفات. مودي لعلي، وادي هدف. حلوة 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 حلوة، عملها حلوة قوي، لا ثغرة. وهنا دايما نقول أصحاب المهارات ينهوا العبارات. مودي لاعب نادي سبورتنج، كرة تروح في الجناح حلوة، والأحلى 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 كاتونجا، والأفضل كاتونجا. سند يلعب الكرة حلوة لمودي. يا ولد يا ولد يا مودي يا ولد، المهارات تنهي العبارات. مودي نط من أعلى نقطة، اخترق كويس قوي. 12 هدفين في دقيقة واحدة. تتقطع الكرة لمودي اللي بيدافع فيه الجناح الشمال. علي هشام يلعب الكرة لمودي، مودي يلعب الكرة في اليمين حلوة. يا سند يا سند يا سند، يا 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 لا لا لا، عملها بمهارة، لف الكرة من زاوية صعبة قوي، شاط الكرة. وكوبلر يلعب لهورفات ويصوب ويحرز. حاول عليها كاتونجا. كريم انداوي اللي بدأ مشواره مع كرة اليد من نادي الشمس ثم انتقل للنادي الأهلي. على فكرة هو بدأ مشواره كلاعب ثم انتقل ولعب كحارس مرمى للنادي الأهلي، ثم انتقل من نادي الأهلي لنادي الزمالك
للاحتراف في تونس، للرجوع مرة ثانية للزمالك ثم النادي الأهلي. بودي عملها حلوة يا ولد، ما بيدلوش الفرصة، ما ادالوش تحت الفرصة لأنه اخترق مع خطوة رابعة يعني، ولكن عادة كويس قوي. بودي يلعب الكرة على علي شام. يا سلام يا علي، يا علي من اعلى نقطة. علي شام يلعب الكرة على الدايرة لكن أراها كويس قوي الدفاع. علي شام، أحمد عبد الرحمن لعظمة 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 لعظمة، والحارس في المرمى. هجوم لمنتخب العالم وتروح ويحرز الهدف. 14 منتخب العالم 13 مصر. 23 دقيقة 45 ثانية. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر قناة النيل للرياضة من قلب الأحداث الرياضية. أولا بأول منتخب العالم منتخب مصر في أرض الكنانة في المحروسة، مصرنا الغالية قد الدنيا إن شاء الله. علي شام ويصوب ولكن الحارس في الزمان والمكان بيعمل جراند كار، بينزل في الزاوية الأرضية. محمد محسن لاعب نادي الزمالك مواليد 94 بياخد المسؤولية في الجناح الشمال. سند يا تمريرة ما يلحقهاش مودي، لكن أداء متوازن لمنتخب مصر أمام منتخب العالم. وادي تمريرة ومحمد إبراهيم يحاول يقطع الكرة اللي تصل لهورفات. إيغور فوري العملاق الكرواتي لاعب الدايرة من أفضل لاعبي العالم على الدايرة، لاعب باريس. وادي الكرة تروح من ايها، عمل 1 2 كده لكن هو ما عرفش يتصرف، لعب الكرة. وادي بودي عمل كويس قوي واختراق رائع وسند في المرمى. تمريرة رائعة في اليمين من الجناح اليمين يمتع المشاهدين. سند عملها كويس قوي. 14 التعادل الدقيقة 25 34 ثانية. فوري كوبلير دوفونياك تقاطع في الخط الخلفي. كده اقدر اقول ان منتخب مصر دلوقتي بيلعب امام منتخب العالم اللي تقريبا كله حاليا في الملعب منتخب كرواتي تقريبا عدا دوتش بايف. ادي الكرة لعبد الرحمن على الدايرة. احمد عبد الرحمن، فوري، هورفات، وتصويبة بقوة من هورفات. الجناح اليمين، الجناح اليمين لمنتخب العالم وكرواتيا. مودي صانع الالعاب 15 26 دقيقة 34 ثانية. زي ما قلت لحضراتكم ما بين الشوطين هيبقى في تكريم لفريق 94 حصل على بطولة افريقيا، وفريق 96 الحصل على بطولة البحر الابيض المتوسط وافريقيا. وادي عبد الرحمن ويشوط الكرة ويصد الحارس وسند. تروح على طول من اليمين للشمال ولكن خارج الملعب. سند يحرز الهدف. وادي كرة تانية لبودي اللي استلم الكرة بصعوبة ويصدها الحارس عبد الرحمن ويصدها الحارس. كورتين يتصدوا لكن تروح لهورفات ويحرز هورفات الهدف. نازل الدرع 16 دقيقة 27 40 ثانية. التعادل آخر هدف أحرزه سند
جون. طالع ايجور فوري، دفاع واحد بره، وادي بودي يا ولد يا بودي. محمد عبد الرحمن يحرز الهدف. محمد عبد الرحمن من اعلى نقطه في الاعاده. رائعه رائعه رائعه. توتشبايف، دوبونياك باك شمال صانع العاب. أليكس يطلع ايجور فوري من على الدايره. الدرع دفاع متقدم لمنتخب مصر على المفاتيح، وتروح الكره لهنداوي وهجوم خاطف من الموجة الثلاثيه، تروح لبودي والحارس قوة حضراتكم، الحارس الارجنتيني ماتيوس شولوز. شايل هجوم خاطف بانفراد تام. دقيقة 28 بنلعب دلوقتي بالظبط في الدقيقة 29. دي كرة قوية من دوبونياك خارج المرمى على شمال هنداوي. 17 منتخب العالم، 16 منتخب مصر 17. باقي 45 ثانية. التقدم لمنتخب مصر فرق هدف. مودي بيدي شكل هجومي، تقاطع يطلع بودي ينزل بالكرة وشاطها كويس قوي، لكن شولوز تتنقل هجوم خاطف تروح وخارج الملعب. باقي 15 ثانية. بودي يلعب الكرة رايح وعايز يلعب الكرة على الدايرة وخارج الملعب. باقي ثواني، 7 ثواني ممكن يجي فيهم هدف، وفعلا لفوري ورمية مرمى مش هدف، وشاط الكرة وظهره للمرمى، وبينتهي الشوط الأول. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، بالتقدم لصالح منتخب مصر 17 ومنتخب العالم 16.